مبدئيا امام عاشور عشان تبقى عارف، اخر حاجه الفحوصات الطبيه اللي كان طالبها المدير الفني للنادي الاهلي يستروب، يعني الدكتور وصل له كده النتيجه العامه ان امام عاشور مش هيقدر يرجع قبل شهر 12. يعني انت بتتكلم في اول 12 على ما يقدر يرجع. معنى الكلام دوت ان امام عاشور خارج حسابات الاهلي في السوبر المصري اللي هيتلعب في الامارات من 6 ل 9 11. دي حاجه. الحاجه الثانيه، القصه بتاعت امام عاشور مع ادم وطني، ان امام عاشور كان عايز يرجع على اساس يثبت نفسه ويلعب وكلام زي كده ويجيب عروض ويمشي من الاهلي، او يضغط على الاهلي ويزود عقده. ده اللي كان عايز يعمله امام عاشور. طبعا سبحان الله، تقدر انت والله سبحانه وتعالى هو اللي بيسير الاقدار. الاقدار ما تجيش على مزاجهم او ما تجيش على دماغهم. مده غياب امام عاشور بتزيد، معناها ان رجوعه بيتاخر، معناها ان الضغط على الاهلي في موضوع ان هو يجيب عقد ويمشي بيتاخر. ولو جيت للحق، يعني لو جيت للحق او لو جيت للراي الصح، المفروض امام عاشور بره الاهلي. ده قولا واحدا. ليه؟ اولا انت بتضغط على الاهلي وبتلوي دراعه بادم وطني اللي انت جايبه، ده رقم واحد. رقم اتنين، امام عاشور ما عندوش استمراريه او تجربته ما بتكتملش، سواء في الاحتراف سواء كان مع الزمالك، مع الاهلي برضه تجربته مش هتكتمل. وبفكرك في اللي بقوله لك ده، امام عاشور طريقه تفكيره اللي هو الناس اللي بيضحك عليها بسهوله. يعني واحد بيضحك عليه بكلمتين في قصه الفلوس وتعالى وكذا والمواضيع اللي بالك فيها دي، بيروح في السكه دي. ايا كان بقى، هو ساب الزمالك عشان فلوس، احترف، رجع تاني على الاهلي. الموضوع ده هو كان راجع على الزمالك بعد كده رجع على الاهلي، القصه اللي كلنا عارفينها دي. لكن امام عاشور بيضحك عليه نفس النوعيه بتاعت رمضان صبحي، تجربته ما بتكتملش في مكان. نفس لو بصيت للموضوع بتاع رمضان صبحي هتلاقي نفس اللي حصل مع رمضان صبحي بيحصل مع امام عاشور. نفس الفكره ونفس طريقه التفكير. فالنوعيه دي من اللعيبه تجربتها ما بتكتملش في فريق، بيضحك عليه بالفلوس، بيضحك عليه بطريقه تانية. المهم ان في حد بيضحك عليه بيمشيه بدماغه هو، فبالتالي تجربته في مكان معين ما بتكتملش. الاتنين زي بعض، رمضان صبحي وامام عاشور نفس طريقه التفكير. وبفكرك ان اللي حصل مع رمضان صبحي ومشيانه من الاهلي هيحصل مع امام عاشور عشان فلوس، وهيمشي من الاهلي برضه.